السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. ب 12 هدف يوصل كابتن عماد النحاس ل 12 هدف في 3 مباريات، يتخطى أصعب اختبار، يتخطى ثالث اختبار ليه ويعتبر أصعبهم حرفيا. 4-2 يفوز النادي الأهلي على المصري في مباراة التحكيم من أسوأ لأسوأ. أنا مش عارف إيه آخرتها، بس قبل أي حاجة عايزين نصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلامات. جمعة مباركة عليكم جميعا. ما ننساش قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كل ساعة، فبهذا اليوم العظيم ساعة استجابة، فربنا يجعلها من نصيبنا إن شاء الله. يلا نبتدي ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة رائعة، دفاعات عند الاهلي. دفاعيا قلنا الاهلي محتاج دفاع، 2 دفاع على الاقل جنب رامي وياسر، رامي ربيعة وياسر. رامي ربيعة لو عايز يجدد بالاسعار دي لا يتكل على الله احسن. رامي ربيعة ما تفهمش بقى خاف من المباراة ولا اتصاب فعلا. لا الدفاع زفت، الدفاع شوارع. احنا في اول 10 دقايق هجمتين، هجمة منهم في العارضة ياسر قاعد في الطراوة، والهجمة التانية جون. هو مصري لعب 10 دقايق واخر 10 دقايق بس. بعد كده هو ده الاهلي، هو ده الاهلي هجوميا. انت دفاعين زي الزفت، بس اضغط 1 و2 و3 و4. احنا جايبين 4 اهداف ومضيعين 5. هو ده الاهلي. اهجم واضغط هتكسب. يخش فيك اهداف بس هتهجم وهتفوز. ده الاهلي اللي احنا طلبنا بيه كولر. المهم اول 10 دقايق كوره في العارضه للمصري، بعد كده جون. لعيبه في حاله الدفاع في حاله تولان تام. اصابه رامي ربيعه ربع، يعني ايه الصدفه اللي حصلت دي؟ خير ليك ان نزل مصطفى العش اللي لازم يلعب. احنا عايزين مصطفى العش ومعاه مدافع كمان، ياسين مرعي او لاعب غازي محله الجزار، هيفرقوا مع النادي الاهلي كتير. والاقرب والافضل ياسين مرعي معلش، لكن ياسر ابراهيم ورامي ربيعه كبروا. شفنا لما نزل الاصابه بتاعت رامي ربيعه اللي خرج، لما نزل مصطفى العش حجم مش زي ابوكا، يعني حجمناه وقدر ان هو يمسكه فعلا. كان شباب، رامي ربيعه كبر خلاص، فكان لازم يلعب من الاول. الاهلي ضغط، جاب الجون الاولاني في الدقيقه 36 عن طريق امام عاشور. نجم يا ابني، ربنا يحميك ويحرسك ويبعد عنك اي حاجه وحشه. رد بهدف جميل 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 جدا جدا لوسام، اللي اتحق يعني. انا مش عارف هو ليه الفار لغاه. وسام لما جه يلمس الكوره المدافع هو اللي طلعها. ده لو هتقول انها اوف سايد، وسام ما لمسهاش. طب وسام لمس رجل اساسا بير محمدي، وسام ما لمسش رجل بير محمدي عشان نقول فاول. طب انت لغيتها ليه؟ ولا هي فاول ولا هي اوف سايد. ايه سبب اللغي؟ نفسي حد يفهمني. كارثه. وهدف كان جميل جدا، هدف من اروع اهداف الموسم. محمد هاني لعبها جميله جدا ورف اوفر ممتاز، وسام ركبها صح قوي. جون من الاجوان العالميه، ليه تلغيه؟ بس يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هفضل اقول كده. الاهلي يرد سريعا عن طريق نبيل كوكا من الشمال، لعبها لتصدها جاد تنزل لطاهر. يخلص الشوط الاول 2-1، وكان ممكن تخلصوا 3 و4 في اخر 5 دقايق. الشوط الثاني فاول جميل من وسام، ضحك على جاد. هو لولا جاد ان هو خد خطوتين ما كانتش هتخش، بس هو ضحك على جاد صح، لان هو بيحطها في الزاويه اللي واقف فيها الحيطه. لا هو ضحك على جاد، حطها في الزاويه بتاعت الجون اللي هو خد خطوتين عشان يفتكر ان الكوره هتتحط في زاويه الحيطه. جون ثالث جميل، هدف رابع لامام عاشور، ضربة جزاء صحيحة جدا. اخر 10 دقايق دلعنا شوية، نزل جدشار، نزل قفشه، نزل حسين، ابتدى فيه شغل دلع. خلاص احنا كسبنا 4-1. المصري حط جون في اخر 10 دقايق وابتدى، وبقت المباراة ايه رايحة جاية. كريم بامبو بصراحة نزل عمل الشغل برضو، بس الحمد لله خلصت 4-2. فاضل 3 مباريات كمان بأمر الله نحرزهم 6 أهداف ب9 نقاط بأمر الله، بغزارة تهديفية زي ما انت ماشي. 3 مباريات 12 مباراة، حاجة عالمية،
حاجه ممتازه. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي هجوميا، هو ده الاهلي بيخش فيك اهداف، بس انت عشان محتاج تدافع، لازم يا كابتن محمود يا خطيب لازم دفاعين اكيد. المهم مباراة رائعة. تحكيم، ننقل لنقطة التحكيم. ايه ده؟ جون اتلغى بغرابة شديدة، طرد المفروض على ايبوكا من قبل الجون. يعني انت شفت الجون، شفت فيه حاجة غريبة وما شفتش جينو بوكا اللي عامله مع مروان عطية؟ ده كان هيكسر قصبة مروان عطية يا جدعان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التحكيم الغريب ده؟ والله العظيم ايه ده؟ ايه اللي كان ناقص؟ يعني ايه اللي كان ناقص عشان يطردوا؟ مصطفى الشندي اللي عمل مباراة رائعة في ماتش بيراميدز، انت جاي ايه تخربها؟ جاي تثبت ان انا مش اهلاوي بالكوارث اللي حصلت دي؟ جون غريب يتحسب ما يتحسبش، وفاول اقرب ما فيهوش طرد. ايه ده؟ ايه ده؟ لا، واخر حاجه بقى احمد الغندور، مفيش فاولات لامام، الواد يكون مشدود كده ما يتحسبلوش فاول. والنقطه الاخيره امام عمل سيميليشن ما اتلمسش، وقع، بس انت حسبت ليه فاول على امام وانذار للتمثيل؟ السيميليشن ده اللي عارفه ان انت في منطقه الجزاء، لكن بره منطقه الجزاء دي ما انت تكمل لعب عادي، ما تحسبش حاجه وكمل لعب. لكن انت توقف المباراه وتديه انذار بره منطقه الجزاء، دي غريبه بصراحه، شفتهاش في قانون الكوره دي خالص. المهم الحمد لله قطار الاهلي لا يتوقف على الصداره بامر الله، بمشيئة الله. النهارده بأمر الله بنك الأهلي يعمل المفاجأة، يتعادل أو يكسب بيراميدز، وخاصة إن هو عنده الحافز بسبب إن الأهلي اداله الفرصة أو اداله الهدية إن هو عطل المصري. بنك الأهلي يكسب يصعد المركز الرابع يخش كونفدرالية. هتبقى مباراة قوية لو التحكيم، وحط تحتيها 1000 خط، عادل. بنك الأهلي هيعمل نتيجة كويسة مع بيراميدز. طبعا عندنا ماتش الزمالك مع سيراميكا، هتبقى ماتش قوي، بس الاقرب ان الزمالك هيكسب عشان ايمن رمادي ممتاز 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 جدا، وزي ما بيقولوا ايه شدت الغربال الاولى. فهتبان بكره، تبقى النهارده تبقى يعني يوم مليء بالاحداث، يبقى 10/10، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يستمر في الاول، وبيراميدز هيتعادل او هيخسر بامر الله لو التحكيم عادل. طيب ننقل بقى للنقطة التانية اللي هي خطاب الزمالك الغريب بصراحة. طب ليه غريب؟ لان بكل بساطة دلوقتي الزمالك بيقول لك انا التسويف اللي بيحصل والقانون اللي كان موجود السنه اللي فاتت ده موجود من السنه اللي فاتت، لا هو القانون بتاع السنه اللي فاتت غير السنه دي. السنه دي قالوا لو الفريق ما راحش الملعب هيتخصم منه 3 نقاط بس. واساسا الاهلي مش منسحب، الاهلي قايل انا مش هلعب بحكام بتحكيم مصري، انا عايز تحكيم اجنبي، وده توافق له عليه فعلا. يفوجئ ان في تحكيم مصري، اتحاد الكوره بيعاند من الاهلي. طيب خلينا بس في الزمالك رابط بتاع ده بقرار لجنه تظلمات ان بماتش بيراميدز. لجنه التظلمات خرجت وقالت انا هطلع القرار يوم 15، ماتش بيراميدز امتى؟ يوم 13. ليه؟ هل الزمالك وبيراميدز في اتفاق مع بعض ولا ايه بالظبط؟ بس خلينا واضحين ان الزمالك اللي بيعمله ده كل الفايده اللي بيعملها لصالح بيراميدز. الاهلي ما ياخدش الدوري، بيراميدز ياخده ما فيش مشكله. هل بيمهد عشان ينسحب من مباراه بيراميدز؟ ده السؤال. هل بيمهد ان هو يلعب بكسل قصاد بيراميدز؟ هل بيمهد انه يسيب المباراه لبيراميدز؟ الله اعلم. بيقول لك لازم يظهر قبل مباراه 13 يوم 13. ليه؟ اشمعنى؟ ايه السبب؟ ايه الغرض؟ ليه ربطوا ما بينك وبين بيراميدز؟ ليه ما عملتوش بماتش سيراميكا اللي انت هتلعبه بكره؟ اشمعنى مباراه بيراميدز؟ اشمعنى دي اللي جاي وواقف عندها؟ ايه السبب؟ يعني هو مطلع خطاب ما بيدينش الا نفسه بيه. خلينا واضحين، باين قوي ان في اتفاقات ما بينهم، ما بين الزمالك وما بين بيراميدز، متفقين ان هم ازاي يسقطوا الاهلي او ان هو يفشلوا الاهلي باي طريقه، الاهلي ما ياخدش بطوله. ايه بقى الاتفاقات؟ الله اعلم.
بس العينة بينة، خلينا واضحين. وهنشوف ايه اللي هيجرى وايه اللي هيحصل الايام المقبله. لجنه المسابقات مش التظلمات مش هترجع في قرارها. هي قالت يوم 15. ليه قالت يوم 15؟ عشان بيسأل الرابطه انت ليه ما خصمتش للاهلي 3 نقاط في اخر الموسم. هل الرابطه ما ردتش؟ انت يعني المفروض انها تكون ردت. هتبان خلال الايام دي كلها اسبوع، وهنشوف الزمالك هيعمل ايه والتدليس اللي حاصل ده. طب السؤال، ليه الزمالك يعني القرار خرج الساعة 6، ليه الزمالك استنى لحد الساعة 10:30 عقبال ما طلع البيان بتاعه؟ عشان يشوف الاهلي عمل ايه؟ كان هيخسر ولا يتعادل ولا هيفوز ولا الدنيا فيها ايه؟ ما الاهلي طول ما هو فايز، طول لما عامل حالة رعب للسيراميكا وعامل حالة رعب للبيراميدز والزمالك، طول ما الاهلي يركب خلاص شكرا. ولو التحكيم تاني، لو التحكيم عادل النهارده، بيراميدز باي باي. بأمر الرحمن في الاول وفي الاخر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ده كان حلقتنا النهارده، تحكيم وقذارته، ويعني ربنا يرحمنا ويسهلها للاهلي على خير، يستمر على كده. بس ما تنساش اهم حاجه اللايك وسبسكرايب والشير، خلي القناه تكبر وهتكبر بيكوا انتوا جمهور الاهلي العظيم اللي في ظهر كل اهلاوي بامر الله. وان شاء الله الدوري السنه دي مش هيخرج من جزيره بامر الرحمن. ولو حصل وبيراميدز، خدها مني سكرينه، خدها مني اكيد، لو بيراميدز خسر النهارده، بيراميدز هيخسر الدوري، هيخسر كاس افريقيا، مش بعيد يخسر كاس مصر، عشان خاطر هيلعب من غير اهم 4 محترفين عنده. بيراميدز يعني محترفين عنده، كفايه الشيبي اللي بيلعب اوفر من نص الملعب، كفايه فيست مايلي اللي بيعافر ومقرف حرفيا، بلاتي تري اللي ماسك خط النص هو وليد الكارتي. دول بيراميدز اتشالوا، بيراميدز زيه زي اي فريق. وطبعا غير التحكيم اللي واقف معاه السنه دي في اقل حاجه 7 مباريات بكوارث. عموم دي حلقة بسيطة من برنامجكم Give Me 5، كان معاكم أحمد سمعة تورنيدو. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة بعد المباراة بإذن الرحمن، ونقول إن شاء الله الأهلي يستمر في الصدارة. سلام عليكم.